أعلم عن أولادي شيء، وجئتهم لأخبرك بشيء واحد فقط. لقد اقتصرت الوجبات على أولادي من 3 وجبات في اليوم إلى 2 وجبات. تم حذف الفطور بسبب طيبكم وتكرمكم علينا وعلى أبنائنا، اقتصرنا الوجبات إلى 2 وجبات. الوجبات كلها في يد الطفل. غدا أندومي وعشاء أندومي. غدا أندومي يا مدير الراجحي، وعشاء أندومي الله يجزاك خير. بإذن واحد أحد، أنا ما أتمنى أن أدعي على عيالك وتشوف عيالك في هذا الموقف، لكن أتمنى أني أدعي عليك أن ربي يحوجك وأن ربي يبلاك ما بليتني أنت فيه. كان تقدر تستدعيني، كان تقدر تستقطع من راتبي. أقل شيء يا أخي عندك بياناتي واضحة، بياناتي واضحة عندك إني أنا عسكري في حرس الحدود وفي المنطقة الجنوبية، يعني مرابط، وإحنا في حالة حرب تستقطع راتبي. لا، بل تزيد عليها وتتكرم وتتفضل بتستقطاع مكرمة الملك. أنا بعت برقية للملك ولحد الآن لم يصلني شيء. ولمعلومتك شهر كامل الآن أولادي بلا مصروف، وشهر 8 هذا راتبي سيستقطع كاملا بفضلك، وشهر رمضان سيستقطع نصف راتبي. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم كما أفجعتني في بيتي وأولادي وأهلي بأن يفجعك الله في نفسك وأولادك وبيتك. هذه رسالتي إلى من يهمه الأمر. أولادي الآن على وجبات الأندومي، أولادي الآن على وجبات الأندومي، وأنا أعلم أن رسالتي لو وصلت للملك سلمان لن يترك هذا الأمر. ما هكذا تركنا أبناؤنا بينكم أيها الفسدة، ما تركنا أبناؤنا أمانة في أعناقكم لتفعلوا بهم هذا. اتق الله في نفسك يا أخي، غرتك الملايين، ذبحتك الملايين، غرتك، نسيت الدنيا ونسيت الآخرة، أنساك الله الدنيا والآخرة وغرك بالدنيا وزادك ضلالا. أبناؤنا يموتون جوعا، يتضورون جوعا في بلاد خادم الحرمين الشريفين الذي أنعم علينا بكل خير ولم يترك علينا أي شيء، فتقوم أنت وأمثالك بسرقة راتبي وسرقة حقي. أقل شيء يا أخي المكرمة من الملك، هذا حق من حقوقي أنا وحق من حقوق أطفالي يا أخي. أنا ما أبغى شيء، أنا أكل تراب وطني أكرم وأشرف من ملايينك. أنا أوصي عيالي هم الآن قدامي، إذا جاعوا يأكلون تراب الوطن، تراب المملكة العربية السعودية أغلى وأفخم وأحسن وأبرك من ملايينك يا راجل. ربي إن شاء الله يغنينا بتراب الوطن هذا. رسالتي هذه للجميع لمن يهم الأمر. هذه تصرفات الراجحي ومسؤولين الراجحي مع أبناء المرابطين على الحدود. تصل رسالتي، تصل، وإن لم تصل فستصل لرب السماوات والأرض. سأشكوك ووالله وتالله وبالله بأني خصيمك أمام الله يوم القيامة. الرقيب عبد الله جابر محمد محبوب، قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، منطقة عسير.